يا ميت مسا على الناس الكويسة. ازيكم يا رجالة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وعافية. السلام عليكم. تعالوا النهاردة نتكلم ونوضح الحاجات اللي احنا بناخدها معانا في رحلات الصيد، اللي هي رحلات الصيد اللي من على المراكب بالنسبة للبحر الأحمر. هتكلم في مواضيع كتيرة جدا، تمام، وتفاصيل كتيرة بصفة عامة، من أول الآيس بوكس لحد شنطة العدة اللي انت هتاخدها معاك وانت طالع الرحلة. الحاجات ديت اللي انا هشرحها ان شاء الله مش لازم تجيبها مرة واحدة. انت هتبتدي بالاساسيات، تمام، او الحاجات اللي انت شايفها بالنسبة لك مناسبة، وبعد كده كل ما تتعمق في الصيد تبتدي تزود الحاجات ديت وتبتدي تشتري الحاجات اللي انت محتاجها. وبرضه هقولك على ملاحظات خد بالك منها، فخلينا كده نشوف ايه الحاجات ديت ونفهم مع بعض الاستعدادات لرحلات الصيد. طيب هاخد معايا ايه في الرحلة، وهل الحاجات دي كتيرة ولا محتاج اخد حاجات اكتر، وهل هي مهمة ولا مش مهمة؟ مبدئيا في 5 نقط مهمين، وبناء عليهم هم دولت اللي بيحددوا ايه الحاجات اللي انت هتقدر تاخدها وهتستفيد بيها خلال الرحلة بتاعتك. اول حاجة، انت عندك مدة الرحلة، هل هي 12 ساعة ولا 36 ساعة ولا 48 ولا 72، اللي هم يوم ويوم ونص ويومين وثلاث ايام. دي الترجمة بتاعت عدد الساعات. بناء عليه انت محتاج تاخد ادوات كتيرة جدا، لو انت مثلا هتجرب طرق كتيرة ولا لأ، ولا هو يا دوبك ساعة ساعتين والموضوع هيتقضي، فانت مش محتاج تاخد حاجات كتيرة معاك. تاني حاجة، عندك توقيت الرحلة، انت طالع في انهي فصل من الفصول، شتاء ولا صيف، ربيع ولا خريف، وبرضو في انهي موسم بتاع السمك. ده هيحدد الحاجات اللي انت هتاخدها معاك. لو شتاء هتلبس حاجات تقيلة، لو صيف هتاخد حاجات خفيفة. الموسم تشتغل على دراكات ولا طالع تشتغل على هوامير ولا طالع تشتغل على مرجان، تمام، ولا طالع تشتغل على شعور. كل الحاجات ديت ليها ادوات معينة. النقطة التالتة بقى نوع الصيد نفسه، انت طالع تشتغل تسقيط ولا هتطلع تشتغل غزير في اعماق كبيرة، ولا هتطلع تشتغل جر ولا جيجنج ولا كاستنج ولا بوبينج. كل الحاجات ديت برضو هتفرق معاك في اختيارك للعدة اللي انت طالع تشتغل عليها. رابع حاجة، حالتك الصحية، تمام، اذا كان عندك دوار بحر ولا بيجيلك صداع او في حاجة معينة، كل الكلام دوت لازم يكون ليه استعدادات. واخر حاجة، حجم المركب وعدد الافراد اللي طالعين معاك في الرحلة. حجم المركب، انت عندك الفلوكة وعندك المركب الصغيرة وعندك مركب كبيرة. حسب حجم المركب انت محتاج انك تاخد حاجات كتير وتجرب وتشوف طرق كتيرة تستكشف في البحر، ولا يا دوبك المكان يا دوبك على قد عدد الافراد، مش هتقدر تاخد حاجات كتيرة معاك والدنيا هتبقى زحمة ومش هتعرف تجرب الحاجات دي. طالع 9 افراد 8 افراد ولا 4 افراد ولا رحلة في اي بي 3 افراد، فالكلام ده كله هيفرق معاك في اختيارك والحاجات اللي انت تاخدها معاك. طبعا بتسأل الرئيس او المنظم او صاحب المركب في بعض من النقط ديت، تمام، من حيث المركب عاملة ازاي، مساحتها قد ايه، هتقعدوا قد ايه، الرحلة مدتها قد ايه، فبناء عليه تبتدي مخك يبتدي يحصر، تمام، الحاجات اللي انت هتبتدي تشتغل عليها. فمهم جدا ان ال5 نقط دولت يكونوا دايما بتفكر نفسك بيهم قبل اي رحلة صيد. طيب نخش بقى على النقطة التانية، انت عندك في حاجات اساسية ضروري، تمام، كده كده انت بتستخدمها في اي رحلة صيد، وفي حاجات تقدر تستغنى عنها، ممكن تنفعك في اوقات معينة واوقات تانية مش بتحتاجها، وممكن في اوقات معينة لو هي مش موجودة هتعكنن عليك الرحلة. فالحاجات دي انت اللي بتحددها بناء طبعا على ال5 نقط الاولانيين، وبناء عليك انت شخصيا وحسب انت استعداداتك لطبيعة الرحلة هتبقى عاملة ازاي، وحسب انت طالع تستجم ولا طالع تشتغل بجد وعايز تطلع سمك. هفيدك برضو في شوية حاجات مهمة، لكن برضو القرار في الاول وفي الاخر ليك انت، انا ما اقدرش افيدك فيه. فحبيت بس اقول لك ايه على الملحوظة دي. طيب احنا دلوقتي انت بتاخد معاك في الرحلة ايس بوكس، خلاص، شنطة هدومك، شنطة العدة، وشنطة الأعواد أو القصبة اللي هي بتتحط فيها السنانير بتاعتك. هم دولت برضو أنت بتحدد هتحتاج تاخدهم كلهم معاك، خلاص، بناء مثلا على مدة الرحلة، نوع الصيد، الكلام ده كله، ولا محتاج تقلل شنطة منهم. دي حاجة بترجع لك أنت. خليني الأول أبتدي بالآيس بوكس، تمام. الآيس بوكس مش كل هدفه إنك بتحط فيه السمك وبس، فأنت عندك مقاسات الآيس بوكس من اول 15 لتر لحد 160 لتر، حسب طبيعة الرحلة بتاعتك. انت بتختار الايس بوكس اللي انت بتحتاجه. انا بفضل بالنسبة لرحلات الصيد بتاعت البحر الاحمر تستبعد
الايس بوكسات الصغيره، تمام. وهاجي لك هتقول لي لا انا الحاجه الايس بوكس الصغير دوت تمام ومقضيني. بس انا هقول لك هو ليه مهم ان انت تركز في الايس بوكسات الاكبر حجما شويه، من اول ال 40 وانت طالع، بنستبعد ليه ال 15 لتر وال 20 لتر وال 30 وال 35. عشان خاطر ايس بوكس في الرحلات بتاعه المركب خلاص مش هدفها بس انك تحط فيه السمك، لا هو بيعتبر جزء في مساعدة في تنظيم الرحلة، لان انت بتحط فيه تلج وبتحط فيه طعم. خلاص ممكن يكون ايس بوكس بتاعك هو الانسب في انك تحط فيه الطعم، فبيضطر يشيلوا الطعم فيه. لو انت طالع رحلات فوق ال 12 ساعة، اغلبكم مثلا مختار مقاسات ايس بوكسات صغيرة، ده هيبقى مشكلة كبيرة جدا في ان انتوا حاطين واخدين معاكم كميات تلج صغيرة، تمام. ممكن ما تقضيش معاكم مدة الرحلة، ممكن تبقى طالع في جو حر جدا، تمام. هتلاقي التلج بيسيح ومفيش كميات تكفي الرحلة، وتضطروا للأسف يا ترجعوا بدري وتقطعوا الرحلة من نصها، أو ما تبقوش واخدين بالكم والسمك للأسف يبوظ منكم وانتوا على المركب، وترجعوا للأسف كأنك ابو زيت مغازيت. فيفضل ان انت تستخدم المقاسات اللي فوق ال 35 من ال 40 لتر وانت طالع. انا بالنسبه لي بفضل ال 40 لتر وال 60 وال 80، عشان خاطر بيبقوا مناسبين ان انت تقدر تستخدمهم في اي رحله صيد من على المركب، وفي نفس الوقت حجمهم ولا هو صغير قوي ولا هو كبير قوي. من فوق ال 80 لتر لغايه ال 160 اللي احنا بنقول عليهم التابوت، الاحجام ديت بتبقى ممتازه جدا، بس طبعا سعرها غالي. فانت لو قادر تشتري الاحجام دي مفيش مشكله، ربنا يزيدك وخير وبركه. وهتشيل معاك تلج اكتر، وبيبقى هدفها اكتر في الرحلات اللي هي خاصه مثلا بالجر والجيجنج والغزير والبوبنج، اللي بتشتغل بقى على جرم بياض، بتشتغل على ادراج، بتشتغل على تواين. الحاجات ديت طالع ومظبط الدنيا وطالع على فرشة شعور، وهتطلع بقى كميات رهيبة. فانت ايه، الايس بوكسات الكبيرة ديت هي بتكون انسب حاجة. فبالنسبة للرحلات من ال 24 ساعة وانت طالع، بناخد الايس بوكسات اللي هي فوق ال 35. برضو في الاخر مش بتطلع نفس الرحلة في نفس المكان. لو انت متعود مثلا تطلع السخنة او رحلات 12 ساعة او الرحلات اللي هي المبيت، فما فيش مشكلة، خليك في ال 15 و 12 لتر. بس برضو افرض انت ربنا رزقك بسمكة كبيرة، هتحطها في ال 15 لتر ازاي؟ تمام. هتلاقي الموضوع صعب، وقلبك طول الرحلة قلبك على السمكة اللي انت طلعتها ومش عارف تشيلها ازاي. فخليك من ال 40 وانت طالع. لكن لو انت مثلا بتطلع في رحلات صغيرة وبتشتغل على حاجات رملية وحاجات صغيرة، وانت عارف ان دوت طبيعة الوضع ان هو اسماكه صغيرة، فخليك من ال 15 لغاية ال 30 لتر، وربنا ايه يرزقك ان شاء الله ويكرمك. ده بالنسبة لموضوع الايس بوكسات دي اول حاجة انت ايه بتحضرها لرحلة الصيد. نخش بقى على النقطة التانية. النقطة التانية عندك شنطة الاسعافات. ماشي. انت عندك شنطة الاسعافات، خلاص تعتبر حاجة مهمة جدا، واغلب الناس بتغفل عنها او ما تبقاش عارفاها او بتتجاهلها، مع ان الشنطة ديت كفيلة بان هي تقدر تخليك تستمر تكمل الرحلة. لو تعبت ولا قدر الله ولا حصل لك حاجة، تضطر ان انت تقطع الرحلة وترجع وتعكنن على نفسك وتعكنن على اصحابك في رحلة الصيد. الشنطة دي بيبقى فيها حاجات خفيفة، حاجة مثلا زي دوار البحر، دواء للصداع، دواء لنزلات البرد، مطهر للمعدة، مسكن آلام، مرهم العضلات، في ميكروكروم أو شاش. الحاجات دي بتبقى معاك، ممكن تحتاجها مثلا لو انت مثلا قاعد في الشمس طول اليوم والشمس كانت حامية، وبعدين جيت بالليل الجو بقى درجة الحرارة ساقعة فيه، ممكن تاخد هنا دور برد. ففي الحالة دي تاخد ايه، الدواء بتاع البرد، يا دوبك ايه يسعفك لغايه ما تروح. لو انت من النوع اللي بيجيلك دوخه وتلاقي انك جالك دوار بحر، بتاخد دواء دوار البحر. جالك صداع ولا حاجه، هتفضل قاعد طول الرحله مصدع ودماغك مش قادر تستحمل الصداع، برضو المسكنات دي بتهدي. الرحله مثلا فيها السمك واكل بسم الله ما شاء الله، وعمالين تشتغلوا طول مده الرحله، فهتلاقي اخر الرحله بقى يجيلك شد عضلي واوتار دراعك بدأت توجعك، تمام. او مثلا جالك حيل في رقبتك او وجع في رقبتك، فالمرهم او المسكنات ديت بتبتدي ايه تخفف العملية لغاية ما ايه تروح بالسلامة ان شاء الله. الحاجات دي تفضل انها تكون معاك. خلاص ما استخدمتهاش
خير وبركة. لكن لو احتجتها أهي معاك، وتكلفتها بسيطة، مش حاجة يعني، مش حاجة غالية يعني. خلاص، مش هاقدر أفيدك باسم دوا معين، كل شخص غير التاني. يفضل إن أنت تسأل الدكتور وتستشير الطبيب بتاعك، تقول له أنا طالع رحلة صيد وهاقعد المدة من كذا لكذا، وعايز تنصحني بإيه، أو مثلا تقول له أنا عايز أدوية معينة للصداع والبرد والدوار البحر والقصة دي كلها. هو هيفيدك أكتر، أنا مش دكتور. خلاص، بناء على حالتك الصحية أنا ممكن أديك دواء يكون بيفيدني أنا بس ممكن يأذيك أنت، فأنا مش هقدر أجازف بالموضوع دوت. فخليك مع الدكتور يكون أفضل في الحالة دي. ودي تاني نقطة خلي بالك منها وأنت بتستعد لرحلات الصيد. نخش بعد كده بقى على شنطة الهدوم. من الحاجات اللي أنا لاحظتها، تمام، أو أنا كنت بعاني منها في الأول. أنا كنت بطلع في الأول بشنط زي دي، اللي هي شبه شنطة المدرسة، وتحط حاجتك كلها من فوق. وكنت لما اجي اطلع المركب وابقى محتاج منها حاجة، فبضطر افضي كل حاجة في الشنطة وبعدين ارجع احط كل حاجة. فالموضوع كان مستفز، وفي حاجات ما كنتش باخد بالي منها لان هي بتبقى مستخبية في وسط الهدوم ومش واخد بالي، واقول ايه ده انا ما جبتهاش، لا ده انا جبتها، واقعد ادور عليها. فاستغنيت عن موضوع الشنطة ده، وجبت الشنط العريضة، تمام، اللي هي بتتفتح بالسوسته كده بالعرض، بحيث ان الحاجه كلها كاشفه قدامي وشايف كل حاجه قدامي. خلاص، وبتبقى سهل ان ايه، ان انت تقدر تطلع منها الحاجه اللي انت عايزها. بلاش الشنط اللي هي السامسونايت، اللي هي الشنط البلاستيك اللي هي بتاعت السفر بتاع الطيران ده. الحاجات دي هتتكسر منك وهتتبهدل منك ما تيجي تتحط فوق العربيه وانت طالع طريق السفر. صاحب العربيه بيبقى عايز يأمن على الحاجه دي، فبيشد السلبه جامد. ممكن من شدته الجامده دي يطبق لك الشنطه السامسونايت، خلاص، ويبهدلها لك. فحرام، بلاش. خليها شنطه قماش زي ما انتم ما شفتوها. كده كده هتتبهدل. وزي ما انتم شايفين مثلا الشنطه، بصوا متقطعه وحالتها متبهدله اخر حاجه. وعم بقعد اصلح فيها. آه بس هي رخيصه على فكره، هي مش غاليه، بس انا بعز حاجتي وبحب ايه احافظ عليها او استخدمها على طول. فانت ايه، خليك في الشنط ديت. دي بالنسبه لشنطه الهدوم. تعالوا برضو اشرح لكم الحاجات اللي انت هتحطها جوه الشنطه. تمام، طبعا مش كل حاجه، بس في حاجات مهمه. انت عندك الكاب او الكاسكيتة، دي مهمة عشان تحافظ على راسك من درجة حرارة الشمس. لو انت قاعد في ظهر المركب اللي هو بيقولوا عليه الديل او الطبلية، بتبقى الشمس التندة بتاعت المركب ما بتبقاش واصلة لغاية هناك، فانت بتلاقي نفسك في الطل. خلاص، الكاب هينفعك، او ممكن تجيب طاقية الصيادين دي، ماشي، بتكون برضو ايه مفيدة، ان هي ايه خبية رقبة الى حد ما، وفي منها بيبقى نازل منها قماشة كبيرة كده بحيث ان انت ايه مغطي كل ظهرك ورقبتك. او بتجيب مش عارف بيقولوا عليها ايه، بتاعت العرب دي. خلاص، ممكن تربطها على راسك وتأمن بيها راسك ورقبتك. الحاجات دي رخيصة بس هتحميك من الشمس عشان ما يجيلكش ضربة شمس. بالنسبة للهدوم، التيشيرت مثلا او اللبس اللي هتلبسه، حاول تجيب الخامة اللي انا لابسها ديت. بتكون مفيدة قوي ان هي فيها مسامات. خلاص، بتلطف درجة حرارة الجسم، وفي نفس الوقت ايه بتمتص السقوعية. خلاص، ولو اتبهدلت وباظت يبقى انت ايه مش خايف عليها. فخليك في الخامة دي اللي هي من مادة البوليستر. المادة دي بتبقى مريحة جدا. بس حاول تكون تجيب الخامة دي تكون ناعمة مش خشنة. ده بالنسبة لللبس. بالنسبة للجزء الخاص بالرجل، ما تلبس شورتات قصيرة. الشمس لما بتبقى حامية جدا، خلاص، انت الجزء اللي فوق الركبة دوت هتلاقي نفسك مستوي او الشمس واكلة رجليك. فحاول تلبس شورتات طويلة او البنطلونات اللي هم بيقولوا عليها البنطكور او الفضفاضة. الحاجات دي بتبقى ايه مريحة اكتر. بلاش الجينز. الجينز دوت غلط جدا، مش صحي تماما. فاستبعد الجينز، ما لاقيش حد طالع ببنطلون جينز او حد طالع بشورت جينز. الكلام ده غلط خالص. اما بالنسبة للقدم اللي هي الرجل، يفضل ان انت تاخد الكروكس، تمام. ماليش دعوه بالنوع او الماركه، هو الشكل دوت معمول من الكاوتش. خلاص، ده انسب حاجه لرحلات الصيد. ما لاقيش حد طالع بجزمه جلد، ما لاقيش حد طالع بكوتشي، ما لاقيش حد طالع بجزمه برباط، ما لاقيش حد طالع بصندل. الحاجات دي كلها غلط، تمام.
ده أكثر عمليًا وأكثر أمانًا. مش كل الأماكن اللي أنت هتطلع عليها فيها سقالة أو مارينا تقدر من خلالها تنزل على المركب على طول أو تخش في قلب المركب. في أماكن بتضطر إن أنت تاخد معدية صغيرة اللي هي عبارة عن مركب أو دونجل صغير، وتقريبًا بيبقى شبه بايظ أصلًا، ويا دوبك هدفه إنه بيوصّلك لغاية المركب اللي هي جوّه، لإن المركب مش قادرة تطلع للشط عشان خاطر ما تغرسش في الرملة. تمام؟ فبعض المناطق ديّة أنت بتضطر إن أنت تقلع الجزمة وتقلع الشراب، وهتلاقيها برضه اتبلِّت في الآخر. فخلّيك على طول من بداية الرحلة لابس الكروكس والدنيا هتبقى معاك تمام. بطبيعة الحال وأنت على المركب أصلًا لمّا بنيجي ندخل الكابينة بتاعة المركب كُلّنا بنقلع الجزم وبنقلع الشباشب أو الكروكسات، بحيث إن إحنا نخش منطقة تكون نضيفة، جوّه الأرضية تكون نضيفة، لإن أنت برّه بتبقى دايس على زفارة والدنيا برّه متبهدلة. فالكروكس هيبقى هنا سهل جدًا، قايم بدور الشبشب بس في نفس الوقت قايم بفعالية الجزمة إن هي محافظة على رجليك كلّها. حاجة وقعت بقى على رجلك، رصاصة، مقص، سكينة، أيًا كان، فهي محافظة على رجلك برضه. بلاش الشباشب دي. تمام؟ هي ماشي هتسهّل عليك الموضوع، بس هي غير آمنة. لو حاجة من اللي أنا ذكرتها دي وقعت عليها هتتأذي، فبلاش أحسن. تعالَ بقى نخش بقى على الأدوات اللي أنت هتستخدمها، وإيه الحاجات الأساسية، وإيه الحاجات اللي أنت تقدر تستغنى عنها أو ممكن تنفعك في رحلة ورحلة تانية لأ.